الله صلى الله عليه وسلم. النهارده يا حبايبي هعمل صينية لحمة راس. بصل على النبي، المية بتغلي وادي لحمة الراس غسلها كويس جيد الحمد لله رب العالمين. ومعايا اولاد من احفادي ما بيحبوش لحمة الراس، ما بيحبوش الصواني اللي انا بعملها، يحبوا الفراخ واللحمة. فهجيب لهم فراخ ان شاء الله وهشويها، وانا بشويها هوريها لكم الطريقة وان شاء الله باذن الله مع بعض خطوة بخطوة. اول ما تجلي التجلية هوريها لكم باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله. اول ما تجلي التجلية انا كده بدأ معاكم خطوة بخطوة. اول ما تغلي الحلة نحط بصلة وادي ورق اللورة والفلفل وادي البصلة بس ان شاء الله نرجع لكم لما اللحمه تستوي وما تجلي التجليه واظبطها وارجع لكم. ورمضان كريم عليكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مع بعض خطوه بخطوه. انا فرط البصل عشان حتى المبشره مش لاقيها، مش عارفه العيال احفاد رموها فين. انا ببشر البصل باخده بالمخرطه بالسكينه زي زمان. احنا من وانا كده ما بحبش المبشر، بيحبوها العيال. انا قلت مع بعضنا خطوه بخطوه عشان لحمه الراس اللي انا اعملها في الصينيه. وان شاء الله اول ما اجي اعمل الفراخ برضو هشوي الفراخ عشان احفادي ما بيحبوش الصينيه اللي فيها الكوارع، لحمه الراس اللي بيقولوا عليها. وهنجي لكم نرجع لكم تاني بعد ما اخلط بصلات كلهم عشان وقت الفيديو. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لكم تاني يا حبايبي خطوه بخطوه. خرطت البصل ان شاء الله على البصل اللي هو مخرط عليه، ده بياخد سمنه وبيبقى ان شاء الله عليه زي العسل. انا بخرط البصل على ايدي. المبشره بتاخد سمن كتير، انا كده ما لقيتش المبشره. العيال بيعملوا فيها، بناتي بيحبوا يعملوا فيها بس انا ما بعملش بيها. وادي لحمه الراس وهي بتستوي هنضرب بعضهم. ويا جماعه مش هياخد سمن كتير عشان خاطر كده البصل مش ان هو مخلوط عليه ناشف، ما فيش ميه، تدوك نص ميه يخر ميه كتير كده اهو. اول ما تحط لك التاني ينشف خالص وتحط تنزل بالسمن، ما ياخدش سمن كتير زي اللي احنا اتعودنا عليه من زمان بتاع الفلاحين بتاع الصعايده اللي زي حالتنا. وهنرجع لكم تاني باذن الله لما اخلي البصل ده احط السمنه واخليه لونه زي الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا رجعنا لكم والتجليه ابتدت تصفر. البصل المبشور بالمبشره بياخد سمن كتير وبياخد الصينيه تتحارب وتفضل تكحتي فيها. لكن ما شاء الله البصل اللي هو بنخلطه من زمان على ايدنا زي انتم ما شايفين. التجليه بتحدث نفسها ولا حاجه، عامله زي الهواء. الصينيه اللي اتلزقت زي ما هي بيضه زي ما هي، بس يمكن الكاميرا ضعيفه شويه معلش او التليفون ضعيف، بس ما شاء الله عليها. اللهم صل على رسول الله. سيحت الصلصه، عندي صلصه بس باذن الله لما اجي اعمل الصلصه اخزنها اوريكم طريقه الصلصه بتتعمل ازاي. انا دلوقتي سيحت كيس وهحطه في التجليه. شوف التجليه ما شاء الله عليها زي الكهرمان ازاي، لا لزقت ولا خدت سمنه كتير. معلقه السمنه اللي انا حطاها والله مسحسحه وقاعده زي ما هي. وهم الصعايده اللي زينا فاهمين يعني انا بتكلم على البصل ازاي لما هو ما بيتخرجش في الكب او في المبشر ان شاء الله عليها. يعني ده اللي احنا عشنا عليه وتربينا عليه كل العمر، كل الناس كلها كانت عايشه عليه. بس الدنيا اتطورت يا بنات، الناس عايزه ترتاح مش عايزه تتعب نفسها، هتروح حطاهم في البيت تاخدهم خرطتين والدنيا كويسه عشان يبقى سهل عليهم. بنات اليوم عايزه تستسهل في كل حاجه. والله العظيم على بال ما تخلطيهم وتحطوهم في الكبه يكون هم اتخرطوا اصلا. واحد ياخد 3 4 بصلات ولا حتى 5 بصلات 6 يتخرطوا زي في دقايق. اللي هي المسكنه في ايدك دقيقه تدشيهم مش هياخدوا حاجه ما شاء الله عليها. يعني
ولا بياخد سمنه ولا بياخد ولا سوى ولا ساعه تعجن فيه، يفضل يقلب من هنا ويلزق من هنا وتوطي عليه النار عشان تخلعيه من مكانه وبعدين ترجع تاني. لا، لكن دي ما شاء الله عليها، دينا زي انتم شايفين زي الفل زي الفل. الصعايده ما بيتعبوش، بيخبطوا الحاجه بدقيقه وخلاص على كده، ما بيجيبوش حاجه يعملوا فيها. ايدك هي اللي بتعمل، ايدك هي اللي بتصنع، وكل حاجه عليها اجر يا جماعه يا حبايبي، كل حاجه عليها اجر. هننزل بالصلصه قبل ما تتحرق بنقطتين بس كده عشان تحمل كويس زي ما اتعودنا احنا على كده، ان احنا ننزل بالصلصه حبه حبه. طيب هو البصل بيتحدث وحده يا جماعه. شوفوا اللهم صل على النبي ازاي يعني. هذا البصل اللي بيتخرط عادي، التقليه اللي بتتعمل عادي. بص العجله كده بسم الله الرحمن الرحيم، علبه السمنه بتخلي لك بتاخد ربع. يا بنت تقول لي قال هو كده بياخد سمنه كتير، لا احنا نخلط على ايدنا ونعمل معلقتين وما نخليش السمنه تبقى معومه في الحله عشان حتى الصحه. ادي البصل اهو، ننزل حبه حبه حته عشان تاخد صور براحتها. وادي احنا كده خلاص استوت ما شاء الله. والله يا جماعه صدق زمان دي كان زي العسل. يعني الحاجه دهياتي مش بصعوبه ولا حاجه، بس الناس عاملينها ان هي صعب. لا مش صعب، واحد مسك السكينه خرط بصلتين صعب فين؟ بس هما بيستسهلوا يروحوا مقشرينهم. يا جماعه شايفين يا حبايبي، صلوا على النبي كده. اديكم شايفين بتتحدث التقليه عن نفسها واتحركت ودابت ما شاء الله عليها، اللي احنا عشنا عليها وتربينا عليها. ننزل بالصلصه الاخيره اخر حاجه، ننزل بباقي الصلصه. وبعدين عشان هي لحمه راس احنا ما بنزودلهاش شوربه، بنديها حبه ميه صغيرين عشان ما يبقاش ريحتها مزفره وما يبقاش وحشه. ده بنحيجها تمام، ونحط لها البهارات والحاجات اللي هنحطها، الملح والفلفل. احيجها كويس لما اجي احيج الطبيخ شتى عشان يبقى حاميه كده حلو. حبايبي مرق يا حبايبي، حته ملح الحياض براحتكم. حبايبي اللحمه استوت زي الفل. زي ما قلت لكم ما نحطش الشوربه عشان الشوربه تغير طعم اللحمه، يبقى مزفر شويه. يلا يا حبايبي صلوا بينا على النبي. ادينا خلصتهم، احطهم في الفرن اسويهم. انا حطيت لهم، زودت عليهم الميه، حطيت لهم مرقه دينا زي ما شفتوا. بس انا مش بسلقها على الاخر، بخليها نص سوا كده قبل النص بشويه عشان خاطر تستوي براحتها، عشان ما تتهريش تمسكيها في ايدك ما تبقاش ملزقه كده وتلزق في الصينيه وما تبقاش كويسه. لكن انا شايفين انتوا شايفينها هي بتتحدث عن نفسها. وشوف ما شاء الله اللون بتاعها، معلش بس احنا التليفون بتاعنا ما جايبش المنظر بالظبط، بس هي ما شاء الله عليها ما شاء الله. باذن الله على بال ما تستوي في الفرن هطلع فوق اشوي الفراخ اوريكم انا بشويها ازاي. انا ودينا حطيناها في الفرن، دخلتها في الفرن بتاعت الخبيز، وان شاء الله بس كده اول ما تستوي هرجع لكم تاني. يا حبايبي الصينيه بعد ما استوت ما شاء الله عليها، شايفين يا جماعه، شايفين الحلاوه، شايفين الحلاوه والشكل وبالهنا والشفا. لما تجرب ام محمد بتعمل ايه، تعملوا زيها زي العسل ما شاء الله عليها. وصفه بسيطه وهاديه، ومن واحده صعيديه كده، صعيديه بتعرف تعمل الحاجه هتعمل. علمناها من الجدود اللي احمد الراس. الناس دلوقتي ما بتقدرش تاكلها، احنا بناكلها مؤلفين عليها. واحفاد عامله لهم ايه التتبيله، هطلع اشويهم
باذن الله. وانا على السطح زي ما قلت لكم هوريكم الطريقه. وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان بيض عليكم وعلى امه محمد اجمعين. البصله الربطه هي، وادي الطماطم طماطميتين 3 براحتكم على حسب الفراخ اللي معاكم، وكزبره عشان نشوي الفراخ، وفلفل، ملح بكمون، والتوابل الفراخ والشطه. احط له نص كوبايه ميه عشان يطحن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين رجعنا لكم تاني بالتتبيلة بتاعت الفراخ. زي ما قلت لكم طماطميتين ولا 3، بصلاية كبيرة أو بصلتين براحتكم على حسب الفراخ اللي عندكم، وملح وشطة وفلفل وتوابل الفراخ والتوابل بتاعت الفراخ وكزبرة وملح بكمون. بإذن الله نقلبهم جيد خالص ونسيبهم لما يحيقوا كويس. وانا بشوي اوريكم الشوي عشان احفادي فيه ما بيحبش لحمه الراس اللي انا وريتها لكم في الصينيه اللي عملت الصينيه اللي كنت معاكم في التجربه. جبت لهم فراخ اهي. الفراخ غسلتها كويس جيد ونقعتها بالخل والليمون والملح ونقعتها كويس، واديتها يطلع ساعتين في النقع كده عشان يبقى ما فيش مزفره. وكده كده المسافه قدامنا كبيره، لسه المغرب ما جاش، بس هي تبلتهم كويس. نقعتهم شويه كتار وخليتهم، ودينا حيقتهم باذن الله. اول ما اطلع فوق اشوفهم على السطح عشان انتوا عارفين الدخان وكده. اول ما اطلع على السطح وانا بشوي فيهم، بس انا هنقعهم شويه، هخليهم في التتبيله شويه كتار عشان يحيقوا. وبعدين اول ما يحيقوا كويس واحس ان هم شربوا واتظبطوا كويسين، هطلع اشويهم على السطح. لحمها والله حلوه الحمد لله. اهو يا جماعه دينا معاكم يا حبايبي هات السطوح عشان احمر الفراخ. عملته اللهم صل على النبي. حاجه حلوه ها، ربنا يكفينا شر النار وعذاب النار، وكل عمل وقول يفرقه. صلى على النبي كده. العيال لما يروحوا يجيبوا فراخ مشويه اولادي، انا كده كده ما بحبهاش بتاعت بره، زي ما ولفنا بناكل في البيت شايطه خالص، كلها دم اصلا كلها دم. لكن احنا اللي غاسلينها ونقعينها، لان نقعها اكتر من ساعتين في الخل والليمون والملح وكله. ورجعت تاني نقعتها تاني، حيقتها وحطيتها في التوابل واستنيت عليها شو مكتوبة. ما شاء الله عليه. بس الناس هتعرف الكوكو انت الناس بإذن الله تعالى. أول ما تقرب تستوي هرجع لكم تاني عشان وقت الفيديو يخلص. الفراخ استوت خلاص، فاضلها دقايق وما شاء الله زي انتم ما شايفينها. اللهم صل على النبي، حاجة حلوة. وبعدين أنا ما بحط الطماطم لما تكون كتيرة بتخليها تتحرق من غير ما تستوي، لكن عشان الطماطم خفيفة اللهم صل على رسول الله حاجة حلوة ها، مستوية وجميلة وحاجة نظيفة وما تكلفناش حاجة. بعدين بنهوى نفسنا فوق السطح. يلا يا حفيدي، معايا حفيدة هيصلي على النبي معايا، احنا بنحب الصلاة على النبي. كمان زيدوا النبي، زيدوا صلاة على النبي كده. صلاة النبي بتشفي القلوب يا جماعة. ربنا يجعلنا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلنا من أحبابه وأصحابه، وإحنا بنحبه خالص. ربنا يعلم بينا.
يلا صلوا على النبي يلا. يا آل بيت النبي صلوا عليه. يا آل بيت النبي أنا لي العشم فيكم، أنا لي العشم فيكم، خادم واحتمي فيكم، سيدي يا رسول الله. ولا شيطة، وفراخ مشوية زي الفل على السطوح، وحاجة حلوة ونظافة، وغسلناها كويس ومنظفينها حتى عشان الأمراض، وعشان أولادكم تاكل بنفس ما شاء الله، ونظافة وعاملاها بإيدك. والناس اللي هم الصعايدة كلهم معاكم، احنا في شهر رمضان، أكلة جديدة ورمضان بيض عليكم. وهو الفراخ تتحدث عن نفسها، بس هو عشان الزخن مش عارفة أمسكه. إن شاء الله ها، إن شاء الله مستوية زي الفل ها، مش هقدر أمسك حاجة تانية عشان هو سخن. زي ما شفتوا الفراخ. رمضان كريم عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.